كثيرة هي العوائق أمام قيام ديمقراطية حقيقية في لبنان، تبدأ بقوانين الانتخاب المتعاقبة وعيوبها الجمة، ولا تنتهي بالنظام الطائفي والممارسات المذهبية في كل مفاصل الدولة. لمناقشة هذه المقاربة نظمت جمعية متخرجي جامعات الولايات المتحدة الأمريكية حلقة نقاش في جامعة هايغازيان بعنوان بين الديمقراطية الصورية والحقيقية. رئيس الجمعية دكتور سامي ريشوني وضع الندوة في إطار المبادئ والقيم التي تسعى الجمعية لنشرها من المسارح الأكاديمية، مشيرا إلى وجوب التوعية لتأمين الحصانة للديمقراطية. إن الديمقراطية هي هدفنا الأول والأخير، لكنها تبقى في حاجة إلى الحصانة حتى لا تشتتها الأهواء والأغراض والانحرافات. لن أطيل الكلام، فاللبنانيون وخصوصا المثقفين منهم لم يعودوا في حاجة إلى الشرح المستفيض، إنما هم في حاجة إلى من يسير معهم في طريق التطبيق المناسب والسليم تحت قبة الديمقراطية الصحيحة. الوزير السابق بهيج طبارة أضاء على العوامل السلبية في وجه قيام ديمقراطية حقيقية. فإن حرمان الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية أي 18 سنة من حق الانتخاب في لبنان، واشتراط بلوغهم 21 من العمر للاشتراك في العملية الانتخابية، يكون في رأيي مخالفا للقاعدة التي ذكرت. كنا طلاب في الجامعة، لم تكن الطائفية بهذا الشكل، وكنا نجري انتخابات الطلاب على أساس غير طائفي. كنا ننقسم يمين ويسار، كان باليمين في مسلمين ومسيحيين وباليسار في مسلمين ومسيحيين. نحن اليوم صرنا فيما دون الطائفية في المذهبية. ربما الخلل في مجتمعنا اللبناني اليوم وطريقة معالجة القضايا العالقة والأولويات التي يواجهها لبنان سببها غياب القوانين الانتخابية العادلة. وكما أن قيم الحب أو السلام أو العدالة لا تفهم إلا باختبارها في الحياة اليومية، فإن الشيء نفسه ينطبق على الديمقراطية. شارك بالمناسبة عدد من ممثلي قادة الأجهزة الأمنية وفعاليات دبلوماسية ثقافية تربوية إعلامية واجتماعية.